ليه دايما اول كلمه بتسمعها لما تيجي تعمل دايت اقطع سكر؟ هو ايه اصلا المقصود بكلمه سكر؟ وليه دايما بنقطع السكر ده؟ هو مفيد ولا مضر لجسمنا؟ انا حسن رضوان، ولو فيديوهاتي بتعجبك ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، وانزل تحت هتلاقي كل فيديوهاتي ممكن تعجبك، اتفرج عليها وسيب لي رايك. يلا بينا نبدا الفيديو. السكر مش بس السكر الابيض اللي بيتحط في المشروبات في الحاجات اللي انت شايفها قدامك. اي حاجه مسكره، اي حاجه انت بتاكلها، اي حلويات هو محطوط فيها سكر ابيض. فلما حد يقول لك كلمه اقطع سكر معناها انك تقطع كل ده. عشان في ناس بتفتكر اللي هو انا بشرب كوبايه شاي او بشرب كوبايه قهوه من غير سكر خالص، او بحط سكر دايت بس باكل جنبها كنافه، قطايف، بسبوسه. ما كل ده سكر. البسكوت اللي احنا بنجيبه من الشارع سكر، الكاتشب اللي بيتحط على الاكل سكر. كل الحاجات دي فيها سكر. قبل ما نبدا واعرفك ايه خطوره السكر وقد ايه هو كارثه بالنسبه لجسمك، هقول لك معلومتين ممكن تكون ما تعرفهمش. اول معلومه، السكر فيه 4 كالوري، خلاص 4 سعر حراري زيه زي اي كربوهيدرات. يعني الرز، البطاطا، البطاطس، كل دول اي جرام فيهم فيه 4 سعر حراري، والسكر زيهم. طب ده كده معناه ان السكر زيه زي الرز، زي البطاطس، زي البطاطا. عشان السكر اصلا جسمك يعرف يستخدمه او يعرف يتعامل معاه، هو بيحتاج قدام كل جرام 4 جرام ميه عشان الجسم بس يبتدي يعرف يتعامل معاه. فتخيل بقى انت لو كميه السكر اللي كلتها دي ما كانتش اكيد مش جرام ولا 2 ولا 10 ولا 20، هتبقى اكتر من كده بكتير. فجسمك بيحتاج قصادها كميه ميه اكتر بكتير، فبالتالي جسمك بيبتدي يحبس كميه ميه اكتر بكتير. تاني حاجه عايز اقولها لك، السكر مش بكميته، مش بالكتره، مش زي الدهون. كل ما ناكل اكتر كل ما الجسم هيتخزن فيه اكتر. لا، 2 3 جرام سكر كافيين يعملوا الحاجات اللي انا هقول لك السكر بيعملها دي. فالسكر مش بالكميه، السكر لازم يتقطع تماما. اول ما السكر بيخش الجسم هو بيعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه السكر بيعملها بيزود الانفلاميشنز، الالتهابات. يعني بيبتدي يخلي الالتهابات اللي جوه جسمك اكتر بكتير من ان انت تتخيله. يعني انا هفترض معاك ان انت بتتمرن، وانت عارف يعني ان التمرين بيبتدي يعمل التهابات بسيطه في جسمك من جوه. يعني بيمسك العضلات بتاعتك، بيحصل فيها جروح بسيطه عشان الجسم يبتدي ان هو ياخد بروتين، فيبتدي يشيل العضلات دي ويكبرها اكتر. عارف لما بتاكل سكر الالتهابات اللي انت بتعملها دي مش بتهيل، مش بتستشفي، هي بتبتدي تزيد. فكل ما تاكل سكر اكتر هي تزيد اكتر. فالجسم بيحاول يهيل من حته وانت عمال تدخل له سكر من الناحيه الثانيه، فكلهم عمالين يضربوا في بعض وانت في الاخر ما بتاخدش نتيجه. ليه؟ هل المشكله انك ما بتتمرنش صح او ما بتاكلش صح؟ المشكله ان السكر اللي انت حتى لو بتاكل صح 100% بس مدخل سكر جنب الاكل بتاعك، السكر بيبوظ لك كل النتيجه دي. تاني حاجه السكر بيعملها ان هو زي ما قلت لك هو بيزود الووتر ريتنشن، بيزود حبس الميه في الجسم. يعني اول ما بتاكل سكر بيبتدي جسمك يحبس ميه تحت الجلد زياده. واحده واحده بتشوف ان ايه ده، انا اكلت سكر بقى شكلي اكبر، بقى شكلي احلى. وفعلا لو عملت انبادي، انا عايز اقول لك معلومه بسيطه، لو عملت انبادي بعد ما اكلت سكر بيوم او 2 هتلاقي العضلات بتاعتك زايده على الانبادي. ليه؟ عشان كميه الميه اللي الجسم حبسها اكتر بكتير. فما تفرحش، دي عضلات فيك، عضلات مش موجوده، دي وهميه. السكر عاملها لك عشان في ميه زياده، عشان في التهابات زياده، فالجسم عمال يحبس ميه ازيد عشان يبتدي يتخلص من الالتهابات دي. يعني انت عملت كارثه وجسمك بيحاول يضيع الكارثه دي. اول ما النتائج بتاعت الميه دي بتروح، يعني الميه بتيجي تنزل، وتيجي بقى انت تشوف النتيجه اللي السكر عاملها لك، بس مش بعد يوم او 2، ممكن الموضوع يوصل لاسبوع او 10 ايام. النتيجه الفعليه بتاعت السكر مش هتبان دلوقتي زي الدهون. يعني انت لو كلت دلوقتي بيتزا او برجر، تاني يوم هتبان على طول، الفتح يسمع على طول معاك. لكن السكر لا، ممكن يبان بعد اسبوع او 10 ايام. تبتدي تلاقي بعد ما الميه دي نزلت تبتدي تلاقي الدهون زادت. طب ليه الدهون زادت؟ طب ما انا ما اكلتش كميه كبيره. المشكله ان زي ما قلت لك السكر بيزود الالتهابات وبيزود الووتر ريتنشن، فالجسم ما بيكونش عارف يهيل، فبيوقع عضلات اكتر. فبدل ما انت عمال تتمرن عشان تكبر الكتله العضليه، السكر يخش يوقع لك العضلات اللي انت عملتها دي، ويبتدي ان هو يزود لك الدهون. ليه؟ ما هو العضلات بتقع، يعني حرقك بيقع، BMR اللي هو معدل الحرق الطبيعي بتاع جسمك عمال يقع. فالجسم بيدخله نفس الاكل او ازيد، هيودي كل الاكل ده فين؟ ما هو الحرق عمال يقع والاكل عمال يزيد، فهيبتدي يحوش في الاكل اللي انت عمال تاكله ده. فهتلاقي المحصله في الاخر بعد ما انت اكلت شويه سكر ان في الاخر الدهون زادت والعضلات وقعت. هل جسمك يقدر يستغنى عن السكر؟ يعني انت لو ما اكلتش سكر لمده شهر هل انت هتدوخ؟ في ناس كتير عندها الاعتقاد ده ان انا محتاج سكر، فانا لو ما اكلتش سكر وقت طويل
جسمي مش هيقدر يعيش وهبتدي ادوخ. لا، الموضوع ده غلط تماما. هو جسمك فعلا محتاج سكر، بس الجسم اصلا بيعمل سكر. يعني انا لو كلت رز، كلت بطاطا، كلت بطاطس، كلت اي حاجه عامه، الجسم بيعرف يحولها لسكر في الدم اللي هو الجلوكوز. فكده كده الجسم هيحول سكر، وكده كده هيعرف يجيب سكر. ما تقلقش، انت مش محتاج تاكل سكر. المعلومه دي صح جدا. بالنسبه للملح، جسمك محتاج شويه صوديوم عشان يعادل الضغط بتاعك، وما ينفعش تقطع ملح تماما، وده قلته قبل كده في فيديوهات كتير. في حاجات جسمك فعلا محتاجها زي الكربوهيدرات، زي البروتين. الحاجات دي جسمك ما ينفعش يعيش من غيرها، وكده كده محتاجها، وكده كده لازم هتدخلها له. لكن السكر مش من الحاجات دي، مش من الاساسيات. يعني الاساسيات بالنسبه لنا اللي هم اسمهم ماكروز، لو انت سمعت الكلمه دي قبل كده. يعني ايه ماكروز؟ الماكروز دي هو البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحيه. الثلاثه دول جسمك محتاجهم 100%، زائد الميه طبعا، مفيش نقاش على كده. لكن السكر مش من الحاجات دي اساسا. السكر الابيض ده حاجه ما ينفعش اصلا تخش لجسمك، وحاجه غير صحيه تماما. فانت لو قطعت السكر انا اكد لك 1000000% انت مش هتدوخ، ومش هيحصل لك اي حاجه من الحاجات الوهميه دي. انت جسمك هيبقى احسن، صحتك هتبقى احسن، قلبك هيبقى احسن، كل حاجه بتعملها في يومك من تمرين من نوم، كل حاجه هتلاقيها اتحسنت 180 درجه. فنصيحتي ليك لو انت معتمد على السكر، بتشرب شاي كتير، بتشرب قهوه كتير، بتشرب اي مشروبات ساخنه، بتشرب اي مشروبات عامه ومحتاج انك تحط فيها سكر، بدل السكر بتاعك بسكر دايت. سواء ستيفيا لو انت عايز حاجه فعلا تكون صحيه كويس ممكن تستخدم ستيفيا، او لو انت عايز حاجه تكون قريبه اكتر من السكر، ما تكونش ممرره شويه شبه الافتر تيست اللي موجود في ستيفيا، ممكن تستخدم بدائل السكر الدايت اللي موجوده في كل اماكن زي سويتال، ايزو سويت، الحاجات اللي كلنا عارفينها وكلنا بنتعامل بيها. ده احسن، بدله وحاول تحطه في معظم الحاجات اللي انت بتستخدم فيها السكر. مع التعود هتلاقي الموضوع ما فرقش بالنسبه لك حاجه في الطعم، بس فرق معاك 180 درجه في استخدامك اليومي. من الاخر السكر اكتر كارثه ممكن تبوظ لك كل النتائج اللي انت عملتها او عايز تعملها. اقطع السكر، ابعد عن السكر على قد ما تقدر، ما تخلوش في يومك، الغيه خالص تماما، انساه، وحاول تبدله دايما بالحاجات الكويسه. انا حسن رضوان، ولو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس، اتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده، هتلاقي فيها معلومات كتير ممكن تهمك وتفيدك. واحلى مسا عليك يا دبدب.